الانمي بيبدأ في نص الشارع لما واحد عراف اسمه جوفو سانتونج بيكلم بنت اسمها سيا لينج وبيقولها انها محتاجة تكون صاحبة مصيرها في عالم معقد زي ده، وعلشان كده بيعرض عليها يساعدها ويديها كارت. بس سيا بتحس انها فعلا بتحكم في مصيرها، فبتقول له انها مش مؤمنة بالحاجات دي وبترمي الكارت على الارض وتمشي. وبعد كام خطوة بتخبط في راكب موتوسيكل وبتقع على الارض. الراجل اللي كان على الموتوسيكل بيتعصب لان الاكل اللي كان هيسلمه اتكبى، وبيطلب من سيا تدفع ثمن الطلب اللي اتبهدل. هي بترفض وبتقول انها كانت ماشية في حقها، لكن لما تبص على الاشارة تلاقيها كانت حمراء، وساعتها تحس ان كل ده بسبب العراف. وبعد ما الراجل يزن عليها شوية تدفع له وهي متضايقة، بتلم حاجتها من على الارض. في وقت لاحق سيا بتروح لمعرض وظائف علشان لسه متخرجة من الجامعة، لكن بعد شوية مقابلات ترجع بيتها متضايقة عشان ما لقتش شغل. وهي بتستحمى يجي لها ماسك من جهة بتدعيها لمقابلة شغل، فتلبس وتجري على المكان. لما توصل تلاقي نفسها في شارع غريب اول مرة تشوفه اسمه راكشاسا، وشكله مرعب شوية، بس هي كانت متحمسة لدرجة انها ما خدتش بالها ان ده مش وقت ولا مكان طبيعيين لاي مقابلة شغل. واول ما تدخل الشارع تعدي من بوابة خفية بسبب كارت العراف اللي كان لسه معاها، وبعد ما تمشي شوية تحس انها غلطت انها جت اصلا، فتاخد قرار تمشي بسرعة، بس تكتشف فجأة انها تايهة ومفيش شبكة في تليفونها. وفجأة تتخبط في زومبي ضخم بيهجم عليها، فبتحاول تهرب بس الزومبيات بتكتر وبتوقعها وتقطع هدومها وتتصاب. الصوت العالي بيخلي شوية شباب كانوا بيصلحوا موتوسيكل قريب يلاحظوا، ومن حظها ان واحد منهم هو نفس الراجل اللي خبطها الصبح، وبيطلع كمان هو بطل القصة. واول ما واحد من الزومبيات بيحاول يعضها البطل يضربه بسهم ويوقعه، وبيعمل كده مع باقي الزومبيات. سيا تبص تشوف مين اللي انقذها، وساعتها الطفل اللي كان مع البطل يقول له ما تضربهاش، وبعدها البطل يكمل يخلص على باقي الزومبيات. والولد الصغير يقرب من سيا، ولما تشوفه يقول لها انها دخلت من غير ما تحس باب الجحيم، المكان اللي المفروض مفيش بني ادم طبيعي يدخله، لان ده عالم الارواح الميته، والمكان ده بيربط عالم الاشباح بالبشر. وبعدين يقول لها ان في اماكن زي دي بيبقى فيها بشر حماه بيتقال عليهم الجنرالات الريكوييم، والبطل اسمه كاو يانينج، وده هو الجنرال الريكوييم المسؤول عن شارع راكشاسا. سيا اول ما تسمع صوته تفتكره وتزعق له انه مش واخد باله وسبب لها مشاكل. يتخانقوا شويه لحد ما فجاه يظهر زعيم الزومبيات، وساعتها البطل يطلب من سيا تسكت. زعيم الزومبيات يقرب منهم ويقول للبطل انه جاي يستولي على شارع راكشاسا، والبطل يرد عليه. البطل بيقول للزعيم الزومبي ان مهمته هي انه يحمي الشارع ده، وبيساله باستغراب انت ليه عايز تستولي عليه؟ بس الوحش بيرفض يرد عليه وبيتحداه في قتال علشان السيطره على الشارع. وساعتها تبدا المعركه على طول. اثناء القتال زعيم الزومبيات يلاحظ ان البطل شاطر جدا في استخدام سلاحه اللي هو عصايه ضخمه بيستخدمها في ضرب الوحوش والدفاع عن نفسه باستخدام النار. وبعد لحظات من بدايه المعركه البطل بيطلق لهب ناري ضخم على الزعيم وبيحاول يخلص عليه مره واحده. سيا بتتفرج وهي مبهوره، لكن للاسف الزعيم بيتعافى بسرعه وذراعه بيتحول لتعبان بيهجم على البطل. يفضلوا يتقاتلوا شويه لحد ما الزعيم يضرب البطل بقوه ويطيره على مبنى ويفتكر انه خلص عليه، فيعلن انه بقى هو صاحب الشارع دلوقتي، وبيطلب من الزومبيات التانيه يخلصوا على سيا والولد الصغير. الزومبيات تقرب منهم وسيا تحس ان دي نهايتها، بس الولد الصغير واقف واثق ان البطل هيرجع، ويطلع فعلا عنده حق، لان البطل بيقوم وبيقول لزعيم الزومبيات انه مش بني ادم عادي، وان جسمه فيه روح حارس اسمه شوسو، والروح دي هي اللي هتتولى القتال دلوقتي. وفجاه يظهر شوسو روح عملاقه قدام الكل، وبكام ضربه من مطرقته بيوقع زعيم الزومبيات. وبعد ما يوقع شويه كمان من الزومبيات يقول لهم ما يقربوش من البطل تاني، وان اللي عايز يواجهه يجي له هو. الزومبيات بيستسلموا فورا، والبطل يقول انه لسه هو الحامي الرسمي لشارع راكشاسا في الوقت اللي سيا بتبدا تفكر في مصيرها وتراجع نفسها. وفجاه المشهد بيرجع لذكريات من طفوله البطل في اللحظه اللي اتولد فيها اخوه الصغير اللي سموه سوليانج. كان البطل قاعد خايف قدام البيت بيسمع صوت صراخ امه، ولما اخوه اتولد بص عليه وكان مندهش من قد ايه هو صغير وسلم عليه. وقتها ابوه قدمه وطلب منه يجي معاه لبره البيت. قدام بيتهم في شارع راكشاسا كان في شجره بجوده كبيره، وابوه طلب منه انه يحمي اخوه الصغير. البطل ساله يعني احميه زي ما انت بتحمي الشارع؟ وابوه قال له ايوه بالظبط. بعدها ابوه شرح له ان الشارع ده مليان ارواح، وعشان كده من واجب اي جنرال ريكييم انه يحافظ على النظام والهدوء فيه. وقال له كمان ان الشجره دي مقدسه واتزرعت من زمان على ايد كائن خالد، وهي الحد اللي بيفصل بين عالم الارواح والعالم البشري، وعشان كده عائلتهم بتحميها من اجيال طويله. وقتها ابوه طلع لوحتين صغيرين مكتوب عليهم اسماء البطل واخوه ومربوطين ببعض بحبل، وقال له انهم كده اخوات، والحبل ده رمز للمحبه اللي بينهم، وشرح له ان الحب مسؤوليه وانه لازم دايما يحمي سوليانج. البطل ساعتها فهم ووعد ابوه انه هيعمل كده. في يوم من الايام اهل البطل خرجوا من البيت علشان وصلهم خطاب من الحرس،
وسابوه مع اخوه الصغير عشان هما كانوا فاكرين انهم هيرجعوا قبل الفجر. لكن لما شاف سول يانج بيعيط البطل حس انه لازم يعتني بيه، فاهتم بيه واخده تحت رعايته. وفي الصباح البطل كان لسه بيهتم بيه لانه اهله ما رجعوش لسه، فاضطر يطبخ لهم الاثنين. بعد كام يوم البطل لاحظ ان الاكل خلص وسول يانج بدا يبكي من الجوع. وفي نفس الوقت كان العراف سانتونج بيمنح لقب جنرال ريكيم لراجل تاني اسمه لو علشان اهل البطل ما رجعوش. وبما ان البطل كان ساب اخوه لوحده قرر يروح يستكشف الموضوع. ولما خرج من البيت لقى الراجل لو، ولما شافه ضربه وطلب منه يحترمه لانه بقى هو الجنرال الجديد للشارع. لكن البطل ما صدقوش، فالراجل استدعى روح حارسه علشان يرميه من التل. لكن الروح رفضت تعمل كده لما اكتشفت ان البطل هو ضيف روحاني. الراجل بعد كده سأل البطل اذا كان ابنه جنرال كاو، والبطل قال له ايوه. فسأله عن اهله والراجل رد وقال له انهم مش عارفين عنهم حاجه وانه هو اللي جاي مكانهم. البطل ما صدقوش، ولما قال له الراجل ان ابوه سابهم اتعصب البطل جدا وبدا يصرخ عليه. وسول يانج بدا يعيط من الزعل. بعد ما سمع سول يانج وهو بيعيط الجنرال لو طلب من روحه يانج كينج انه يروح يدور على الطفل علشان عايز ياخد مكافأة عليه. لكن لما شاف ان الطفل مجرد انسان عادي من غير قوة قرر يطرده للكون البشري. ولما شاف ان البطل هيحاول يوقفه حبسه في البيت وراح مع يانج كينج يتمشى في الشارع. واثناء الزيارة الجنرال لو كان بيضرب الارواح كلها وبيطلب منها انها تركع قدامه، بينما كان زينج بيطلب منه انه ما يعملش كده لانه ممكن يجذب ارواح شريرة. لكن الراجل ما كانش بيهتم لانه كان شايف ان دي وظيفته في شارع راكشاسا. في نفس الوقت البطل كان لسه بيحاول ينقذ اخوه الصغير وجات له فكرة انه يستخدم المدخنة علشان يحرق الباب. وفي اللحظة اللي وصل فيها الجنرال لو عند باب شارع راكشاسا البطل قدر يشيل اخوه ويحميه. الجنرال لو شاف البيت بيحترق وقال للبطل انه كان ممكن يموت، لكن البطل ما كانش مهتم بالكلام ده. كل اللي كان مهم ليه هو الوفاء بالوعد اللي اخده من ابوه انه يحمي اخوه. الجنرال لو حاول يقنعه يسيب اخوه، لكن البطل ما كانش عاوز يسمع رغم انه سمع انه مش هينجو في عالم البشر. لكن البطل قرر انه يعبر الباب ويهرب مع سول يانج. بعدها رجعنا اللحظة الحالية بعد القتال بين البطل والزومبيات. سيا كانت نايمة وصحيت من كابوس، ولما فاقت الولد الصغير بيقول للبطل ان سيا كويسة. وساعتها هي ادركت انها في موقف خطر واتخضت. وفي اللحظة دي البطل شرح لها ان المكان ده هو شارع ريكيم، وهو مكان عابر بين العالم البشري والعالم الروحي. الارواح التايهة بتفضل محبوسة في الشارع ده، علشان كده سيا فكرت انها ماتت وبدأت تعيط. لكن البطل طمنها وقال لها انها لسه عايشة. وساعتها هي ارتاحت شوية، لكنه قال لها ما تفرحيش بدري لانه لو عدت باب الشارع ده هو عنده الاذن انه يقطع الروابط العصبية بتاعتها ويمسح ذاكرتها الا لو كانت عندها قوة روحية زيه. وبما انها شكلها ما عندهاش فضل يضايقها، فاضطرت ترمي عليه شنطتها عشان تبعده. وساعتها وقعت منها كارت العراف على الارض. البطل شاف الكارت وسأل سايا وصلت هنا ازاي، وهي ورته الرسالة اللي جت لها على تليفونها. وساعتها الاخوة اكتشفوا ان الرسالة دي كانت مبعوثة من سانتونج، وده معناه ان اللي يقدر يقراها لازم يكون عنده مستوى عالي من القوة الروحية. بعدها البطل قعد يسأل سيا لو كانت تعرف العراف ده، وهي قالت له انها فعليا ما تعرفوش، لكن هو السبب اللي خلاهم يخبطوا في بعض اليوم اللي فات. فالبطل قرر ياخد سيا ويرجعها بيتها على الموتوسيكل. واثناء الرحله سيا لاحظت ان الشارع طويل جدا، فشرح لها البطل ان عدد السكان زاد جامد بسبب الحروب والزياده السكانيه، وده خلى الحرس مش قادرين يسيطروا على كل حاجه. هم مسؤولين عن حفظ التوازن بين العالم الروحي والعالم البشري وانقاذ الارواح اللي بتدخل المكان ده. لكن عشان الارواح بقت كتيره بعضهم اتحول لارواح شريره وبداوا يهاجموا البشر. علشان كده الحرس انشأوا مناطق فاصله بين العالمين وسموها شوارع ريكيم، واللي موجود منها آلاف في كل حته في العالم البشري. بعد كده البطل شرح لها ان الجنرالات بتوع ريكيم مش مسموح لهم يدخلوا للعالم الروحي، لكنهم بيسيطروا على الشوارع دي واللي بيعيش فيها الارواح والبشر سوا. بعد ما سمعت الكلام ده سايا سالته عن روح الحارس بتاعه، وبعد شويه الروح ظهر وهو راكب حصانه، ولما شافته سلمت عليه. والبطل شرح لها ان الروح ده كان قائد محاربين نمر في عهد الممالك الثلاثه، وكان شجاع جدا في القتال. كمان قال لها انه من عيلته عيله كاو، وعلشان كده هو شايف ان روحه الحارسه وايده اليمين. الروح نفسه شكر البطل لانه بيقدره كده. في اللحظه دي سيا بدات تشك في العلاقه بين البشر والكائنات الروحيه، فالبطل قال لها ان العلاقه دي بقالها آلاف السنين، وان في نوعين من الضيوف الروحيين. النوع الاول بيتولد بالقوه دي، والنوع الثاني بيشتغل ويتعب علشان يحصل على روح حارسه تساعده. ولما الضيف يوصل لمستوى معين من القوه الحرس بيبعتوا له رسول يعرض عليه يبقى جنرال ريكيم، والمكافاه انه لما يموت يقدر يدخل للعالم الروحي. وعلشان كده ناس كتير بتوافق تكون جنرالات، بس علشان يحددوا مين يستحق بيستخدموا نظام تراتبي بيصنف مين ممكن يبقى جنرال ومين لا، ولازم يكون عنده مستوى روحاني معين اسمه سام جيبا. رغم ان مستواه الروحي اعلى بكتير البطل مش مهتم يعرف هو في انهي رتبه، هو بس عايز يكسب. فجاه فرم للموتوسيكل وسايا سالته بخضه في ايه؟ رد عليها وهو بيشد نفسه مسكي كويس، احنا هنضطر نجري. ولما قربوا من بوابه شارع راكاسا بدات الارواح الشريره تظهر قدامهم اكتر واكتر، فالبطل قال لها تمسك كويس واندفع بالموتوسيكل يطير وسطهم بيسحق اللي يقف في طريقه بمساعده شوشو روحه الحارس. وبعدها ندى على باقي الارواح ابعدوا عن طريقي
باقي لو مش عايزين تدهسوا. وبعد مطاردة مجنونة قدر يخرج من الشارع ويوصل لعالم البشر، وسيا كانت واقفة مش مصدقة اللي شافته، مش عارفة إذا كان حقيقي ولا حلم. البطل سابها قدام بيتها وقبل ما يمشي طلب منها 10 يوان مقابل التوصيلة. سيا اتغاظت جدا وادته الفلوس وها متعصبة، وسألته عن سانتون. رد عليها وقال إن شغله هو تجنيد مضيفين روحانيين جداد لعالمهم. الكلام ده لخبط سيا لأنها مش مصدقة إنها عندها قدرات روحانية، لكن البطل قالها إنها فعلا كده، لأن رسالة سانتون ما بتقرأش غير من ناس عندها طاقة روحانية عالية جدا، يعني هي مضيفة روحانية والروح الحارسة بتاعتها قوية جدا. الكلام ده صدمها، والبطل وضح لها إن في ناس كتير عندهم قدرات بس مش كلهم يعرفوا. قبل ما يمشي قالها ما ترجعش شارع راكاسا تاني، لأنه مش عايز ليه ولا لأي حد يعرفوا علاقة بسانتون، رغم إنهم من نفس الحراس. الشارع ده تحت سيطرته وهو مش عايز مشاكل هناك، لكن اللي هو ما يعرفوش إن سانتون كان واقف فوق سطح مبنى بيراقبهم، وقال لنفسه يا الهوي الراجل ده عنيد قوي. نرجع للماضي. بعد ما هرب من شارع راكاسا البطل قرر يعيش تحت كوبري هو واخوه الصغير. كان بيشحت ويشوف اكله في الزباله ورا مخبز قريب، وفي مره وهو بياخد علبه لبن من حاويه واحد من عمال المخبز شافه وحاول يمسكه، لكن زميله قال له سيبه، احنا اصلا بنرمي الحاجات دي عشان قربت تبوظ. بعدها بايام الراجل الطيب من المخبز جه بنفسه يشوف الولد الصغير، وشاف البطل شايل طفل بيبي. قعد معاه وساله عن قصته، وبعد ما سمعوا قالوا على مكان ممكن يروحوا هيساعدهم ومش هيجوعوا فيه ولا يبردوا. بس لما عرف ان المكان ده بعيد عن شارع راكاسا البطل رفض يروح. الراجل سابه في حاله بس وصاه ما يسرقش من المخبز تاني علشان المدير هناك ما يمسكهوش. مرت ايام والبطل لسه بيعيش في الشارع مع اخوه، بيهرب من الكلاب وبيسرق عشان يعيش، لحد ما جه الشتاء واخوه سيال يانج تعب جدا من البرد. البطل حاول يوديه مستشفى بس محدش راضي يستقبلهم. ما كانش قدامه غير يرجع يدور على آتا الراجل اللي قاله قبل كده على المكان الآمن. فعلا وصل للمكان وست هناك غسلته وودته اكل، بس هو كان مشغول باخوه وراح يدور عليه. واثناء ما بيدور سمع صوت آتا بيتكلم مع واحد تاني، والراجل ده قال العيال التاني نرميه ملوش لازمه. البطل قرب منهم مصدوم وسأل انهي عيل، وكانت الصدمه آتا باعهم للراجل ده، والراجل شايف ان اخوه مريض ومش نافع. حاول يقاوم لكنهم مسكوه وربطوه وضربوه، وآتا بكل قسوه خد اخوه ورماه في الزباله. الراجل قال لاخوه لو سكتت ممكن نديك لبس والعاب واسره جديده، بس لو فضلت مريض كده هتموت. كل ده والبطل بيتفرج ومربوط، بس الغضب اللي جواه انفجر. قوه روحه الحارسه اتفعلت وفك الحبال وخرج زي الوحش يدور على اخوه. بعد ما البطل هرب راح يدور على آتا وسأله عن سيال يانج، ولما لقاه خد الفلوس اللي معاه وراح بيها على المستشفى. دفع ثمن العلاج لاخوه وفضل قاعد جنبه يطمن عليه. وهنا ظهر له روح حارسه لاول مره، وقالوا انه هيكون دايما معاه وهيساعده في اي حاجه يحتاجها. نرجع تاني للحاضر. سيا كانت قاعده في البيت بتستحمى وبتفكر في كلام البطل عن روحها الحارس. افتكرت كلام اتقال في معرض التوظيف عن ان كل الخريجين الجداد بيتصرفوا بنفس الطريقه علشان كده مش لاقيين شغل. وفجاه افتكرت جمله البطل روحك الحارس يقدر يساعدك في كل حاجه. فقررت تدور على الانترنت عن الروح الحارس، وبعد كده حاولت تنادي عليه بكل الطرق اللي خطرت على بالها بس ما ظهرش. سيا بدات تحس ان الحل الوحيد هو انها تروح للبطل، فراحت شارع راكاسا. بس اول ما وصلت افتكرت انه قالها ما ترجعيش، وافتكرت الرعب اللي عاشته لما شافت الزومبيز. الخوف رجع لها وبدات تشك انها اصلا عندها اي قوه روحانيه. واثناء ما كانت ماشيه قالت لنفسها انا بنت عاديه عايزه اتجوز اخلف اربي عيالي ولما يكبروا يدوروا على شغل زي كل الناس. وبكده قررت تركز على انها تلاقي شغل بسرعه. تاني يوم راحت فعلا معرض التوظيف، وبعد مقابله بسيطه اتقبلت في وظيفه وعملت عقد. رجعت بيتها فرحانه ورمت كل السيفيهات على الارض وهي بتضحك، لكن وهي بتنضف لقت كارت سانتون لسه معاها، فرمت الكارت من الشباك. واثناء ما الكارت بيطير شافوا روبوت وحاول يحدد هويتها من قعده بياناته، بس ما قدرش يلاقي معلومات كفايه فمشي. بعدها سيا جربت لبس الشغل الجديد وتخيلت شكل زمايلها في اول يوم، لكن فجاه الروبوت دخل بيتها وكان ناوي يقتلها، حابسها في الركن. ولولا ان سانتون ظهر في اخر لحظه كانت راحت فيها. بعد ما ظهر قائد الروبوتات بعت تعزيزات علشان يخلصوا على سيا، وسانتون قالها ان منظمه الملكه عايزه تمسكها وتاخد روحها الحارس، بس هي ما صدقتوش. وقبل ما تكمل تفكيرها 3 روبوتات دخلوا من الشباك وسانتون واجههم وهو بيصرخ فيها اهربي على شارع راكاسا هناك بس هتبقي بامان. سيا جريت، ولما وصلت للاسانسير لقيت 3 روبوتات تانيين، فهربت من السلم لحد ما وصلت للسطح. قفلت الباب وراها بايدها، بس بعد ثواني روبوتات جديده طلعوا لها وحصروها. كانت فاكره انها انتهت لحد ما سانتون ظهر تاني وشاف ان الروبوتات بيزيدوا، فرماها على صقاله وقالها تنزل بسرعه وتروح شارع راكاسا. سيا جريت بكل قوتها وبتزعق وهي بتقول انا بطرد من روح معرفش شكله، الحل الوحيد هو اروح للبطل.
فجأة طلع قدامها عربية نقل جاية عليها بسرعة وافتكرت ان نهايتها قربت، لكن في اللحظة الأخيرة بوكس واحد من ايدها طير العربية بعيد. وقتها بس فهمت، روحها الحارس ظهر وأنقذها من الموت. وفي الناحية التانية قائد الروبوتات كان بيتفرج على فيديو اللي حصل وشاف بوضوح الروح الحارس وهو بيحميها. نرجع تاني للماضي، عدى 4 سنين على خروج البطل من شارع راكاسا. هو واخوه كبروا شوية ولسه عايشين تحت الكوبري، بيواجهوا مخاطر الشارع كل يوم. في يوم راجل اشتكى ان البطل ضربه وقال للناس انه كان بس بيكلم ولد صغير، لكن الحقيقة غير كده. الراجل ده كان بيحاول يخطف طفل من شارع راكاسا، والبطل يوين لانه درس محترم. في نفس اللحظة اللي الراجل كان بيقدم فيها بلاغ للشرطة، البطل كان بيتكلم مع سياليانج واقترح عليه يروحوا معاه يتعرفوا على بيته. وفجأة يوين ظهر وسأله انت متأكد دي احسن فكرة؟ احنا ممكن نكون في خطر. البطل رد عليه انه فكر كويس وقال له لو حصل اي حاجة انا معاكم. وبعد شوية التلاتة عدوا حاجز شارع راكاسا، وهناك شافوا روح شرير بيأذي حد. البطل سأل يوين لو يقدر يهزمه، بس ما خدش باله ان سياليانج اختفى من جنبه وكان واقف قدامه. الموقف خوف البطل، لكن يوين اتحرك بسرعة وانقذ الطفل اللي الروح كان بيهاجمه. البطل زعق في سياليانج علشان هرب لوحده، وبعدها هو كمان دخل في مواجهة مع الروح. الاتنين سوا قدروا يهزموه، وكان في شوية أرواح بيبصوا عليهم. الخبر ده وصل للجنرال ريكوين اللي كان يعرف البطل من زمان، ولما عرف انهم لسه أطفال قرر يروح يدور عليهم. بس في طريقه بدأ يهاجم ناس بريئة لسه عايشة في شارع راكاسا علشان يجبر البطل يخرج. وقتها البطل حس ان المكان اتغير وانه بقى خطر جدا، فقرر يهرب. لكن فجأة ظهر الجنرال لو ومعاه مخلوقات ظلام، وطلب من روحه الحارس يمسكهم. وبينما الروحين بيتخانقوا، الجنرال لو قدر يمسك البطل وقال له لو عايز تبقى جنرال زيه لازم تبطل تبقى ضعيف. بس البطل رفض وقال له انه عمره ما هيكون زيه، لان لو حول شارع راكاسا لمكان مرعب بعكس ابوه اللي كان بيحمي الناس. ساعتها الجنرال قال له بلاش تفضل مستني ابوك وامك، انا لسه مستلم رسالة روحانية بتقول انهم ماتوا. وبعدها اخد البطل وسابه مع سانتون، وسابت اخوه سياليانج مستخبي عند الست اللي انقذوها قبل كده. نرجع تاني للحاضر، بعد ما روحها الحارس انقذها من حادثة الموت، سيا فاقت ولقت نفسها في شارع راكاسا، وقدامها كان سانتون وقال لها أأمن مكان ليكي دلوقتي هو بيت البطل. وفعلا اخو البطل سياليانج استقبلهم وقدم لهم شاي. سانتون سأل عن البطل فقالوا سياليانج انه شغال وعنده مشاكل مادية. وفجأة البطل دخل وقال لسيا بغضب مش قلت لك ما ترجعيش؟ بس هي ردت وقالت انا ما جيتش من نفسي، سانتون هو اللي جابني. بعد كده سيا خرجت مع سوان علشان يتفرجوا على شجرة الباجودة الكبيرة، وفي نفس الوقت سانتون كان بيكلم البطل وطلب منه يضرب سيا، لكن البطل رفض وقال شارع راكاسا مش مكان للتدريب، علشان كده خدتكم قبلا للعالم البشري. سيا رجعت وسألتهم عن اللي بيحصل، وطبعا دخلت في خناقة جديدة مع البطل كالعادة علشان يمنعهم من الشجار. سانتون قال للبطل لو مش ناوي تدربها على الأقل خليها تقعد هنا شوية لأن منظمة المملكة بتدور عليها. سانتون بدأ يشرح إن المنظمة دي ورا الأرواح القوية اللي بدأت تظهر مؤخرا في شارع راكاسا، وإن نواياهم مش خير للعالم الروحي. بس رغم كل حاجة البطل كان لسه رافض وقال إن سيا هتسبب له مشاكل وإنه مش مربي أطفال. سيا اتنرفزت وقالت أنا مش عايزة حد يربيني، بعرف أطبخ وأنضف بنفسي. وفجأة البطل قالها تمام تبقى مربيتي أنت بقى. سانتون وافق، وهنا سيا بدأت تحكي عن حياتها الجديدة وقالت إنها بدل ما تمارس مهنتها بقت مربية البطل. وبعد ما عدت يوم صعب رمت نفسها على السرير وهي بتشتكي من حياتها الجديدة. وفي نفس الوقت سياليانج قال للبطل ما تعملهاش كده، هي مش عاملة حاجة وحشة. لكن البطل استخف بكلامه ونادى على سيا بجرس علشان تطلع تشتغل معاه في توصيل الطلبات كمان. سيا اتنرفز وسياليانج طلب يتكلم مع البطل على انفراد وقال له ليه بتطلب منها تخرج؟ هي مش مسموح لها تسيب المكان اصلا. البطل فكر شوية وبعدين قال لسيا لو مش عاجبك تكوني المربية يبقى لازم تدفعي ايجار. سيا كانت لسه زعلانة بس حسيت ان كلامه فيه منطق وقررت تتوقف عن شغل البيت. وسألته طيب هتأجر لي بكام؟ البطل كان بيكلم سياليانج شوية وبعدها قاله بحماس هأجر لها الأوضة ب100 يوان. بس المفاجأة كانت إن سيا طلعت محفظتها وأدت له 200 يوان وقالت له خلاص اعتبرني ساكنة رسمي ويلا خد لي طلباتي. وفجأة قلبت الدنيا وبقت هي الملكة في البيت، والبطل بقى هو اللي بيغسل وينظف ويطبخ وهي قاعدة مرتاحة. بعد شوية سيا حسيت إن دي تجربة فخمة وبدأت تقول إنها بقت فاهمة الستات العظماء في العالم، علشان حتى لو لفترة مؤقتة بقى عندها حد في خدمتها 24 ساعة. أما البطل فكان بيتنهد وبيشتكي إنه مش عارف يرتاح. وأول ما حاول ينام شوية أخوه سياليانج ضحك عليه وقال له بتحصد اللي زرعته. بس بعدين سياليانج قاله بقلق أنا خايف المنظمة الملكية أكيد دلوقتي عرفت إن سيا معانا، بس اللي غريب إنهم لسه ما عملوش حاجة ومش فاهمين هم بيدوروا عليها ليه أصلا. علشان كده قرروا يكلموا سانتون، ولما اجتمعوا معاه قال لهم إن المنظمة بتدور على سيا علشان حاجة لها علاقة بروحها الحارسة، والموضوع فيه إكسير إحياء الأرواح ولو دربوها ممكن يحصلوا عليه وعلشان كده هم عايزينها. البطل سأله طب ليه بتساعدنا؟ سانتون رد ببساطة أنا بقدر
مصدر الصداقه. تاني يوم الصبح سيا صحت وضربت الجرس تنادي على البطل، بس هو اتجاهلها. قامت خرجت تدور عليه ولقيته واقف قدام شجره الباجوده. سالته ليه ما جيتش تساعدني، بصلها بجديه وقالها اللعب خلص، من النهارده هبدا ادربك. ورمى شنطه تدريب على الارض وابتسم وسالها عمرك شفت دراجون بول؟ رجوع للوراء شويه بعد ما سانتون خد البطل واداه لمدرسه مخصوص علشان يتدرب على قواه الروحيه. المدرسه دي مش بس تعليم نظري، لكن فيها تدريب جسدي كمان علشان يطور مهاراته. بس المكان شكله مرعب وده طبيعي لانه اسمه جزيره الموت. لما وصلوا كان في مجموعه طلاب قاعدين بيبصوا على القارب اللي جاي في ناس جديده ومنهم البطل، وبداوا يراهنوا مين اول واحد هيعيط. اول ما نزلوا من القارب سانتون مشي وسابهم مع المدرس اللي قالهم انتم هنا علشان تتعلموا تستخدموا قواكم الروحيه، ولو ما نجحتوش لحد ما توصلوا 18 سنه هنمسح ذاكرتكم ونسيبكم تمشوا. البطل بص له بغضب والطلبه راهنوا انه هيكون اول واحد ينهار. وفعلا بعد شويه البطل ما استحملش وحاول يهرب ونط في البحر، لكن المدرس قال للباقي مفيش حد بيقدر يعوم ويهرب من هنا، الميه نفسها ما بتسمحش. وبالفعل رجعوه تاني. بعدها الطلبه اللي كانوا بيراهنوا لفوا حوالين البطل علشان واحد منهم خسر الرهان بسببه. البطل حاول يتصدى ليهم، بس لما حاول يستدعي روحه الحارسه فشل، وقالوا له مفيش فايده، الارواح ما بتشتغلش هنا، الجزيره محطوطه بحجاره بتمنع اي نوع من الطاقه الروحيه. وابتدوا يضربوه وقالوا له الطريقه الوحيده اللي هتخرج بيها من هنا بسرعه هي انك تموت. فجاه ظهر طفل تاني وطلب منهم يسيبوه في حاله، ولما تجاهلوه استخدم قوته وخلاهم يبطلوا ضربه ويمشوا. الولد ده قرب من البطل وقال له انا اسمي ليو يوتشانج. البطل ما كانش مهتم يعرفه، لكن سال ازاي استخدمت قوتك هنا. يوتشانج ساله عن اسمه، بس البطل رفض يجاوب واصر يساله ازاي قدرت تفعل قواك. الولد رد انا اقدر اخرجك من هنا. والكلام ده جذب انتباه البطل. في نفس الوقت في شارع راكاسا عدد الارواح الشريره بقى اكتر، والست اللي كانت بتخبي سياليانج كانت مرعوبه، بس الولد طمنها وقالها ما تخافيش، لو ظهر روح شرير انا هحميكي. وقامت حضنته. البطل ويوتشانج بيطلعوا فوق سور المدرسه علشان يحاولوا يهربوا، ولما وصلوا للسقف يوتشانج ساله انت فعلا عايز تهرب؟ وبدا يشرح له نظرياته، لو نطينا من هنا ممكن نوصل لقاع البحر ومنه نخرج على العالم البشري. انا مؤمن ان العالم البشري موجود تحتنا، ولما اوصل هناك هقدر اروح ادور على اخويا وانقذه. البطل اقتنع بالكلام ونط فعلا، وبالفعل قدر يوصل للعالم البشري وهرب من المدرسه بنجاح. يوتشانج قعد يبص عليه من فوق وفكر اكيد هنتقابل تاني لما نكبر شويه. اما اداره المدرسه فقرروا يخفوا موضوع الهروب ده علشان محدش يقلدهم ويحاول يهرب. رجوع للحاضر البطل بدا تدريب سيا وطلب منها اول حاجه انها تتنفس تحت الميه، لكن لما شاف انها ما بتتحملش اكتر من 45 ثانيه قالها انها لازم تكمل تدريب لحد ما توصل لدقيقتين. وساعتها سيا اتنرفزت وقالت مش ممكن، مستحيل اقدر اعمل كده. لكن البطل قالها تثق في نفسها، وبعدين طلب منها تشيل حاجات تقيله وتتدرب على القتال بايديها وتكسر خشب. بعد كل ده وهي واخده بريك قالت لاخوها انا افضل اكون جرسونه عن التعب ده. رد عليها لا، صدق البطل، التدريب اللي بيعمله هو نفس اللي مكتوب في كتاب التدريب. قالت له وريني الكتاب ده. ففجاه طلع لها مانجا دراجون بول. سيا وقتها اتعصبت وقالت ازاي تعتبر مانجا وسيله تدريب جد، هات لي سانتون فورا. ولما سانتون وصل كانت سيا غاضبه وحكت له كل حاجه، لكنه رد عليها كل مدرب ليه طريقته الخاصه في التدريب، بس للاسف ما اقدرش اخدك معايا، في العالم البشري الناس بتدور عليكي، ومؤخرا ظهر مجرم اسمه هانون لو قريب من هنا وانا لازم اتابع شغلي هناك. بعد ما مشى حاول يقنعها تكمل تدريبها بس هي رفضت. البطل سمع ده وقالها لو هتفضلي تعتمدي على الناس عمرك ما هتعرفي قوتك الحقيقيه. بس هي ردت عليه انت بس بتضحك عليا. فغضب وقال لها اللي ما يؤمنوش بنفسهم جبناء. في نفس الليله سيا بدات تفكر في كلام البطل، ليه اتضايق فجاه في ايه؟ وبينما كانت في البلكونه شافت نار من بعيد وسمعت صريخ من الشارع. خرجت وراحت تشوف، لقيت اولاد الحي واقفين وكان في حريقه ضخمه في مكان بعيد. اخوها قالها تعالي نروح نشوف في ايه، ممكن تكون ارواح شريره. لكن البطل قالها لا اقعدي هنا ممكن يكون خطر. وركب هو واخوها الموتوسيكل وراحوا. اما هي ففضلت واقفه تفكر ليه كلمني كده، ده احتقار. وقررت تروح مشي وراهم. ولما الاولاد وصلوا للحريقه لقوا زومبيز بيقربوا منهم. البطل استدعى تشونو علشان يساعده وبداوا يقتلوا الزومبيز رغم انهم كانوا كتير جدا. سيا وصلت وشافتهم بيقتلوا وسالت اخوها هو البطل بقى قوي كده ازاي؟ رد وقالها زمان ما كنش كده، بس لما قرر يعتمد على نفسه بقى اقوى وفهم انك ما ينفعش تكسب وانت بتعتمد على حد غيرك. وفي اللحظه دي زومبي هجم عليهم بس البطل ضربه وقال لسيا انك تبقي قويه ملهوش علاقه بانك بنت او ولد، طالما بتؤمني بنفسك هتقدري تبقي اقوى. وكمل كلامه وهو بيقاتل في ناس بيبقوا ابطال في الرياضه او علماء، بس الفرق الوحيد بينهم وبين اي حد تاني هو انهم بيصدقوا في نفسهم. مش مهم تتدربي حتى على طريقه مانجا، المهم تؤمني بقوه قلبك. سيا فهمت قصده واتاثرت بكلامه. تاني يوم الصبح سيا قررت تكمل تدريبها والبطل لاحظ انها اتحسنت كتير فكافئها وقالها الخطوه الجايه
هتتعلمي ازاي تستدعي روحك الحارسه. رجعنا للماضي شويه، الجنرال لو كان بيخلي الارواح الشريره يقاتلوا بعض علشان يعرف مين الاقوى فيهم، وبعد المعركه بارك للبطل اللي فاز وبعدين هاجمه من غير رحمه. في اللحظه دي استدعى يان كينج، ويان كينج قدر يوقف البطل وقال للجنرال الارواح الشريره بقت اقوى من اي وقت قبل كده. الكلام ده فرح الجنرال جدا لانه هدفه الحقيقي انه يخلق جيش من العبيد الاقوياء، وكل ما زاد الحقد جواهم زادت قوتهم، وده اللي هيخلي جيشه لا يهزم. في الوقت ده الزومبيز كانوا لسه بيدوروا على البشر في شارع راكشاسا، ولما قربوا من مجموعه جديده الست اللي بتحمي سوالين قررت تغير مكانهم علشان ما يلاقوهمش. بعد ما الزومبيز مشيوا الناس اللي فاضلين فرحوا انهم لسه عايشين، وكان في راجل عجوز شاف سوالين ولما عرف انه بشر عادي قال للست سيبيه هيكشفنا، لكن سوالين قال له انا هستنى هنا لحد ما اخويا يرجع، الست دي طيبه ومش هسيبها لوحدها. الراجل العجوز رد عليه في الزمن ده الطيبه بقت غلطه. بعد شويه الزومبيز لقوا مكانهم الجديد، والجنرال لو غضب لما سوالين ما ظهرش، فامر الزومبي البطل اللي دلوقتي بقى عبده انه يروح يدور عليه. يانين قال للجنرال ان الولد غالبا مات، لكن الجنرال كان مقتنع ان في حد بيساعده، وبعد تفكير قال اكيد مش اخوه، مفيش حد بيهرب من جزيره الموت. وفي اليوم اللي بعده البطل ظهر على طريق سريع بيشاور علشان يركب، وسواق شحنه لمحه من غير ما يعرف ان البطل ركب على العربيه من ورا. نزل قبل ما الشحنه تغير طريقها، وبدأنا نشوف رحلته بيسافر الصبح وبينام بالليل، وفي نفس الوقت في ست كانت مخبياه سوالين، لحد ما في يوم البطل وصل شارع راكشاسا ومعاه ديوين. وفي اللحظه دي الجنرال لو مسك العجوز، والعجوز قالوا مكان سوالين، فبعت الزومبي البطل علشان يجيبه. بعدها الناس هجموا العجوز وقالوا له ازاي تبيع الولد، وفي نفس اللحظه الزومبيز لقوا سوالين والست وحاصروهم. الولد حاول يقتلهم لكن ما قدرش يستدعي روحه الحارسه، واتضرب من الزومبي اللي رفعه علشان ياخده معاهم. لكن في اخر لحظه البطل ظهر وضرب الزومبي، والكل اتفاجئ بقوته وبدا بيقاتل الزومبيز هو يوين. وبعد ما خلص حضن اخوه، وسوالين قالوا انه كان مؤدب وشكر الست اللي رعته. الولاد جريوا علشان يطمنوا عليها لكن للاسف كانت بتتحول لزومبي. رجعنا للحاضر، سيا بتحاول تستدعي روحها الحارسه لكن طاقتها قويه جدا وبدت تحس بخوف. سوالين شافها وسالها شفت ايه؟ قالت له بس حاسه ان روحي زعلانه مني، وده استغربه لان الروح الحارسه هدفها تحمي صاحبها. الكلام ده خلى سيا تفتكر ان روحها انقذتها قبل كده، وقررت تسال البطل ازاي تستدعيها، لكن اكتشفت انه مش موجود. وسالت سوالين فقالها انه بيدور على المجرم اللي كان سانتون حذرهم منه. في نفس الوقت البطل كان في شوارع ريكن بيسال عن الراجل ده ومعاه بوستر فيه صورته، ولما لقى حد بيراقبه طلع هو المجرم نفسه. المجرم افتكر ان البطل غبي لانه خرج من شارعه، لكن البطل كان واخد باله، ولما شاف الروبوت بتاعه عارف انه وراه وبدا يطارده. رجعنا لسايا كانت بتتامل قدام بيت سوالين، وسوالين طلع وقالها نامي بقى الدنيا بقت ليل. سالها انت قلقانه على البطل؟ ردت مش عليه، على نفسي. الناس اللي بتدور عليا اكيد عارفين مكاني، وظهور المجرم في نفس الوقت مش صدفه. انا حاسه ان كل ده جزء من خطه. وفجاه حسوا بطاقه مظلمه قربهم. في نفس الوقت البطل كان بيقاتل الروبوت وقابل سانتون وقاله انا عايز الاقي الراجل ده هو اللي قتل اهلي. لكن سانتون كان قلقان على سيا اكتر لانها لوحدها في شارع راكشاسا. البطل فعلا اقتنع واخد كمبيوتر الروبوت، ولما شغله ساله ليه بيعمل كده؟ قاله سانتون لازم اعرف عدوي. وبدا يتواصل مع قائد الروبوتات واللي قالوا ان البوابه اتفتحت بالغلط بسبب اهماله. رسميا المنظمه دخلت شارع راكشاسا، وفي اللحظه دي عنكبوت ضخم بيهاجم سيا. سوالين شافها وجري علشان ينقذها، رمى سكاكين كهرباء على العنكبوت بس الوحش ضربوه وطرده لحد البيت، وفي الاخر لف سيا كلها في شبكه عنكبوت. قائد الروبوتات قال للبطل دلوقتي هي بتاعتي، لكن البطل رد عليه مش مصدقك، وقت الخطر الناس بتقوى اكتر. رغم كده القائد كان واثق من نفسه لان الشبكه بتمنع سيا من استخدام قوتها الروحيه، لكن اللي ما حسبش حسابه هو ان سوالين عنده قوه كمان. سوالين استدعى روحه الحارسه، وبدايه المعركه العنكبوت الام رمت عنكبوتات صغيره كتير، بس سوالين استخدم هجوم بالكهرباء ومسحهم كلهم. القائد فهم ساعتها انه فشل، وسانتون جاله احذر من اخوات شارع راكشاسا. سيا كانت مذهوله، هي كانت فاكراه طفل عادي لكن طلع يقدر يستدعي روح حارسه زي اخوه. رجعنا للماضي، سوالين قرب من الست اللي كانت بتعتني بيه، بس اخوه شاف انها بقت زومبي فقال له ابعد عنها دي اتحولت، بس هي هاجمته والبطل حاول يبعدهم. ولما رجعت تهاجم ياوينا واقفها. رغم كل ده سوالين ما كانش عايز يموتها، وقال لما كل الناس سابوني هي الوحيده اللي اعتنت بيا، علشان كده ضرب يوين علشان يسيبها. وساله نعمل ايه؟ البطل ما كانش عارف القرار الصح، بس يوين قالوا ان الارواح تحتفظ بذكرياتهم البشريه، ولو فقدوا الامل بيتحولوا لجنون ويأس، علشان كده البطل قالوا ريحها مش هتقدر ترجع تاني. لكن سوالين اصر فقرروا يسيبوها يحاول يعالجها، بس للاسف هجمته، ولما ما قدرش يدافع عن نفسه طلب مساعدتهم، ويوين قتلها بسرعه وماتت وهي مبتسمه. والسوالين انهار في بكاء. البطل فكر وقتها الطيبه هنا بقت جريمه. في الوقت ده الجنرال لو كان بياخد حمام مع يانين وقال له اقتل كل العيال. بعدها دفنوا الست وحطوا ورد على قبرها.
والبطل سأل مين كانت، وقرروا يدوها اسم شياورو علشان تفضل في الذاكرة. سوالين كان غضبان، صرخ في البطل هنبقى أقوى وننتقم لها، والبطل قال له أنا معاك هنتمرن سوا. الكلام ده خلى يان كينج يغير رأيه، قرر يستناهم على الحدود وقال لقائده شفتهم خرجوا للعالم البشري فقلت اسيبهم يمكن مستاهلوش المتابعة. وقال للجنرال لو مستبعد يرجعوا للشارع، هما بقوا مع بعض دلوقتي لكن الحقيقة الأخوين ناويين يرجعوا لما يبقوا أقوى. وبدأت رحلة تدريبهم بعد 4 سنوات كاملة من التدريب، بقوا مقاتلين جامدين فعلا. ورجعنا للحاضر، سوالين كان بيصلح الروبوت بتاعه وقال لأسيا البطارية دي زي الرون بتشتغل بطاقة نفسية، يعني الروبوت زي روح حارسة بيشتغل بطاقة صاحبه. وقالها أكيد الروبوتات القاتلة اللي بيطاردوكي شغالين بنفس النظام. سيا كانت منبهرة بقوته بس حزينة، لسه مش قادرة تستدعي روحها الحارسة. فجأة خطرت في بالها فكرة ليه ما يبقاش عندي روبوت زيك، لكن سوالين قالها الروح الحارسة أحسن لأنها بتكبر معاكي ومش محتاجة شحن. في اللحظة دي وصل سانتون والبطل وقالوا لها الروح الحارسة مش بس بتقاتل، ممكن تساعدك في حاجات تانية زي تصليح البيت. وفي وقت تاني وهما بيصلحوا البيت مع تشو، سانتون سأل سيا ليه مش قادرة تتواصلي مع روحك؟ قالت له كل مرة أحاول بحس إنه بيبص لي بغضب وبعد كده بيتجاهلني زي اللي شفته في كوابيسي. البطل سامع الكلام وقال لها وقتك بيخلص، حتى لو قفلنا مدخل شارع ركشاسة اللي بيدوروا عليكي ممكن يرجعوا. البطل مش متفائل، حاسس إن العدو الجاي مش هيكون سهل، وعنده حق لأن زعيم الروبوتات قرر يجي بنفسه يدور على سيا. بعد ما خلصوا تصليح البيت البطل بدأ يدرب سيا، وكان سانتون وسوالين بيتفرجوا عليه. وسط التمرين سوالين قال لسانتون هي مش صبورة، ليه جبتها معانا أصلا؟ رد عليه سانتون أفضل طريقة تتعلم بيها إنك تعلم غيرك، وإنت أخوك مش هيسمع كلامي. سوالين سأل سانتون إيه نيتك؟ ليه بتتصالح معانا؟ قالوا اللي فات مات، اللي يهمني دلوقتي إن سيا مش جاهزة للمواجهة الجاية. فجأة جات للبطل فكرة علشان تساعد سيا في استدعاء روحها الحارسة، فطلب مساعدة شوسو والبطل خدوا سيا عند حدود شارع ركشاسة وخلوها تواجه الزومبي بنفسها علشان تطلع طاقتها وتستدعي روحها. بس سيا خافت وقالت ما تسيبونيش مش عايزة أموت. بس شوسو نزل من الموتوسيكل وسابوها في الشارع وهما بيراقبوها من فوق مبنى عالي. من فوق سانتون والأولاد كانوا بيتابعوا، وسيا بتحاول تقاوم لوحدها مش عايزة تموت. فضلت تحارب الزومبي لحد ما ظهرت روحها الحارسة. وقتها نزلوا يساعدوها، ولما شافوا الروح لاحظوا انها مربوطة بقلبها بسلاسل، وساعتها فهموا ليه ما قدرتش تتواصل معاها قبل كده وقالوا لها انت الوحيدة اللي تقدر تحرريها. رجعنا شوية للماضي بعد سنين من التدريب، البطل واخوه بقى عندهم قوة جبارة، وفي الوقت ده الجنرال لو كان مستمتع بالجنة اللي بناها مع ارواحه الشريرة. يانين ظهر وقالوا يلا اتمرن علشان ما تفقدش مهاراتك، لكن لو قالوا سيبني في حالي انا زعيم الشارع ده. قريب من بوابة شارع ركشاسة الزومبي ضربوا راجل عجوز علشان يحولوه، والموجودين خافوا يساعدوه. لكن فجأة سوالين ظهر انقذ الراجل، خلص على 2 من الزومبي وقال للتالت قول لقائدك صاحب الشارع راجع. البشر القليلين اللي لسه عايشين هناك اتبسطوا، والجنرال لو اتجنن بعت كل الزومبي وقرر يروح بنفسه. بس لما وصل اتفاجئ الولد الصغير خلص على كل الزومبي وافتكر ان ده البطل. بس فجأة البطل الحقيقي ظهر، الكل اتصدم، ويان كينج قالوا العيال دول اقوى بكتير. بس لو صرخ فيه اسكت وروح حارب البطل. بدأت المعركة، البطل استدعى يوين والمعركة اشتعلت بين الارواح الحارسة. البطل قال للجنرال امشي من هنا، الشارع ده بتاع عيلتي. سوالين كان بيعدي وقتها وراح عند قبر شياورو وحط وردة وقال بقيت قوي علشانك علشان اخد بحقك. بعدها اخوه جاله وقال له يلا نرجع البيت، كسبنا المعركة ضد لو. الجنرال كان مش مصدق ازاي بقوا اقوى كده. يانين قالوا لاننا سيبنا نفسنا واتكسلنا 4 سنين وهم اتدربوا بجد. بس لو رفض يسيب الشارع لانه شايفه اهم من اي حاجة. ولما رجعوا البيت لقوا شجرة العيلة زابلة ولسه فيها لوحات باسمائهم. سوالين سأل ليه الالواح جنب بعض؟ البطل رد علشان احنا اخوات وده بيتنا، وقال له البيت ده اتبنى من جديد، كان اتحرق زمان بس رجعنا. فجأة سام اخترق الشجرة. الجنرال لو ويان كينج رجعوا طالبين مباراة تانية. البطل قال يا لهوي ده ما بيزهقش. سوالين قال انا اللي هقتله، لو ما غلبتوش يبقى مش هقدر اساعدك. الجنرال زهق وقال لهم الشارع ده مهم علشان الشجرة دي، وفجأة اكل قطعة من لحاء الشجرة وساعتها طاقته انفجرت. الجنرال لو بيرمي الولاد بعيد عن الشجرة، وساعتها يوين بيقول انه عارف سر الشجرة دي، لكن الجنرال بيرد عليه ان الشجرة بتمتص طاقة الطبيعة وبتخليها قوتها، ولو روح حارسة اكلت منها قوتها بتزيد، وعلشان كده شجرة شارع ركشاسة نادرة جدا وهو عايز يبقى حاكم المكان ده علشانها. شوالان بيتنرفز وبيقول له انه بيغش، وسوجين بيحميهم من هجوم يان كينج. نرجع للحاضر، سيا بتصحى في اوضتها وبتسمع سنتون بيتكلم مع البطل، واللي بيقولوا ان الحل الوحيد علشان تفك السلاسل اللي مربوطة بروحها هو انها تاكل من فرع الشجرة المقدسة بتاعت الباجودة. لكن البطل بيرفض وبيقول ان عندها وقت تتدرب وتزيد قوتها من غير مخاطرة. سيا بتتحمس وعايزة تاكل من الشجرة، لكن البطل بيمنعها، فبتتخانق معاه وتحس انه مش عايز يساعدها، وهو بيرد عليها انها مش بتحاول كفاية وبتدور على اعذار علشان تهرب من
المسؤولية. سانتون يتدخل وبيقوله ان الشجرة دي ملك لعيلته وهو اللي يقرر مين ياخد منها، لكن في نفس الوقت بيطلب من البطل يفكر كويس علشان هو كمان مسؤول عن حماية الشارع. بعد كده في أوضة الأولاد شاولان بيطلب من البطل ينسى اللي حصل زمان، لكن البطل مش قادر ينسى المشاكل اللي سببها استخدام قوة الشجرة، وشاولان بيرد عليه ان كل حاجة ليها جنبين، المهم مين بيستخدمها. بيخرج يتأمل شوية ويقابل سيا اللي كانت حزينة، فبيحاول يطمنها ويقولها انها بتتقدم فعلا. هي بترد عليه انها مش عايزة تعتمد على حد ومحتارة تاخد قرار ازاي. سيا تقرر تطلع الشجرة بنفسها وتوصل لفرع، لكنها تقرر ما تاكلش منه علشان ما تبقاش معتمدة عليه، وده بيخلي البطل وسانتون اللي كانوا شايفينها من بعيد يحسوا بالفخر بقرارها. بس فجأة البطل يحس ان في حد كسر الحاجز بتاع شارع راكشاسا، هو واخوه بيجروا بسرعة وبيكتشفوا ان الهدف هو سيا. في اللحظة دي زعيم الروبوتات بيدخل هو وجيشه وبيأمر انهم يقبضوا عليها. نرجع للماضي تاني، بعد ما الجنرال لو اكل من الشجرة المقدسة بقى اقوى بكتير وبيتحدى البطل بيشتكي ان ده مش عدل، لكن الجنرال بيقوله ان اجمل حاجة في الحياة هي الظلم، وبيأمر يان كينج يهاجم البطل ويوين بيكمل طريقه. يوين بيكمل ضرب في البطل وبيسيبه واقع على الارض ومش بياخد باله ان شاولان لسه قريب منهم. فجأة شاولان بيهجم على الجنرال لو بيحدفه على الحيطة، فيوين يستغل الفرصة وياخد العيال ويهرب. الجنرال لو لما بيقوم بيتنرفز وبيقول ليان كينج يقتل العيال، وعلشان يقوي الزومبيز بيديهم قطعة من الشجرة فبيبقوا اقوى بكتير. يان كينج بيحذره ان ده خطر، لكن كالعادة الجنرال مش بيسمع. الزومبيز بيبدأوا يهاجموا اي حد يشوفوه، وفعلا واحد منهم بيوصل للعيال بس يوين بيلحقهم. البطل بيطلب من شاولان يهرب، لكن شاولان بيرفض لانه تعب من الهروب وعايز يحمي الناس اللي بتحميه. البطل بياخده غصب وبيهرب بيه، وشاولان بيزعل لانه البطل ما وفاش بوعده يرجع لهم بيتهم. البطل بيفتكر كلام ابوه انهم لازم يقاتلوا علشان الحب، وبعدها بيطلب من اخوه يعيش كويس لانه هو اللي لازم يحمي شارع راكشاسا. نرجع للحاضر، الروبوتات بتدمر في الشارع وكل اللي يقابلوه. البطل واللي معاه بيشوفوا اللي بيحصل وبيستغربوا ازاي دخلوا من السما. ساعتها البطل بيطلب من شوزو انه يقفل الفتحة في السما ويبدأ يهاجمهم. سوان يانج بيطلب يروح معاه، لكن البطل بيقول له لا خليك تحمي سيا. البطل وشوزو بيتجهوا ناحية الفتحة، ولما يوصلوا يكتشفوا انها جاية من شارع تاني، وفجأة فتحة تانية بتفتح في السما والبطل بيطلب من شوزو يقفلها بسرعة. سيا بتقلق بس سانتون وشوالان بيطلبوا منها تثق في البطل. فتحة جديدة بتظهر وساعتها شوالان بيطلب من سانتون يساعد البطل. شوالان بيلاحظ ان الفتحات ظهرت في الشمال والغرب والشرق، فبيقول اكيد في واحدة كمان هتفتح في الجنوب، وبيجهز نفسه ومعاه الروبوت بتاعه وبيهجم عليهم بالهجوم القوي بتاعه. بفضل تعاونهم بيفضلوا يقاتلوا لحد ما يخلصوا على كل الروبوتات، وسيا بتبص للبطل بانبهار لكنها بتحس بالعجز لانها معتمدة على غيرها. سوانج بيحاول يواسيها لكن البطل بيزعقلها، فبيتخانقوا تاني لحد ما سانتون يقاطعهم ويقولهم يركزوا لان الفتحات لسه مفتوحة ومتصلة بشوارع تانية. وفجأة طاقة غريبة بتخرج من واحدة من الفتحات وبتهاجم سيا. قبل ما تموت البطل بيزقها علشان ينقذها، وبيظهر قدامهم وحش ضخم عنده 3 رؤوس على شكل كلب، والبطل بيقول ان المعركة الحقيقية لسه هتبدأ. نرجع للماضي تاني، بعد ما البطل طلع شاولان بره الشارع، شاولان بيحاول يدخل تاني وهو متضايق. البطل بيحارب الزومبيز مع يوين وبيكون مرهق جدا، لكنه فرحان ان شاولان بقى بامان، لكن الزومبيز بيسيطروا عليه وبيقع مش قادر يقوم. في نفس الوقت شاولان كمان بيقع من التعب. بعد شوية الزومبيز بيقبضوا على البطل وبيودوه للجنرال لو، لكن لما بيشوف ان شاولان، الجنرال لو بيسأل الزومبيز هم لقوا البطل فين، ولما بيعرف ان شاولان في الجهة التانية من شارع راكشاسا بيأمر الارواح يروحوا يجيبوه رغم ان مش مسموح ليهم يخرجوا من الشارع. فبيبعت شوية زومبيز يدوروا عليه، ولما بيلاقوه بيهجموا عليه، وشاولان بيحس ان اللي بيهجموا عليه دول زومبيز، فبيتحمس لان دي فرصته يرجع الشارع، بس قبل كده لازم يعرف مكانهم بالضبط. فبيكسر الهيدرنت اللي قدام الشارع وبيشوف عدد كبير من الزومبيز، فبيقول ان فرع الشجرة المقدسة بتسبب مشاكل كتير. في الوقت ده الجنرال لو بيكون شايف العكس تماما، وبيقول ان بفضل الشجرة هو لسه مسيطر على الشارع وانه بقى اقوى. فجأة واحد من الزومبيز بيرجع يبلغ ان الولد بقى جوه شارع راكشاسا تاني، وبيختفي بعد ما يبلغ. نرجع للحاضر، الوحش العملاق ابو 3 رؤوس واقف قدامهم والكل بيخاف لانه واضح انه خطير جدا، وده بيأكد ليهم ان في حد مدبر الهجمات دي. في اللحظة دي ارواح غير مرئية بتظهر وبتتكلم عن الهجوم اللي بيحصل. بعدها الكلب الضخم
وبيبدأ يهاجم أي حد قدامه، ولما بيهاجم على بنت صغيرة البطل بينقذها. شوالان بيقول لآية إن أخوه حتى لو ما بيقولش بس هو بيحب يحمي الأرواح اللي في الشارع، وآية بتلاحظ إن البطل فعلا يعرف الشارع كويس وبيحب يحمي الناس. البطل بينقذ بنت تانية وساعتها بياخد باله إن في خسائر كتير والزومبيز بيزيدوا، فبيقرر يفتح بوابة علشان يطلع الوحش من المكان، وبيطلب من شوزو يساعده، وفعلا بينقلوا الوحش لمكان مفتوح. أول ما البطل يمشي شوالان بيتهاجم من هالكيم قائد الروبوتات، وبيعرف بنفسه إنه الفارس التاسع، وبيقول لآية إنه مش مصدق إن طاقتها الروحية ضعيفة كده. شوالان بيسأله هو جاي ليه، فبيرد إنه جاي علشان يخطف آسيا، وبيقول إنه اضطر يعدي على 5 شوارع ركويين علشان يوصل لها رغم الحماية. آسيا بتسأله هو مين وعايزها ليه، فبيرد إنه هدفه ياخدها. شوالان بيدافع عنها، وفي نفس الوقت الأرواح غير المرئية بتراقب، وبيقولوا إن كيم تجاوز الحدود وإنهم عارفين نواياه. واحد منهم بيقول لازم يسيبوا سانتونج يتصرف معاه، والبعض التاني بيقول إنه بقاله 3 شهور مختفي، فشكوا إنه بيخونهم. في اللحظة دي سانتونج بيظهر في واحد من شوارع ريكويين، وبيقابل جنرال مصاب اللي بيقوله على اللي حصل، وبيطلب منه يطلب دعم من جدم، لكن سانتونج بيطنشه وبيسيبه ويمشي. في نفس الوقت البطل لسه بيقاتل الوحش، والسوان بتواجه كيم ومعاها الروبوت بتاع شوالان. كيم لما بيشوف الروبوت بيضحك وبيقول إن سهل جدا إن منظمة المملكة تتحكم في جدم. وفي اللحظة دي بنشوف فلاش باك جديد لشوالان، بنرجع لذكرى قديمة لما والد البطل ناقش أسماء ولاده على ألواح خشب، وكان أمله إنهم يحبوا بعض ويحافظوا على بعض في شارع راكشاسا. ومن هنا شوالان بيتحمس وبيهجم على الجنرال لو، وبيقول لأخوه يقوم علشان يواجهوه سوا. الجنرال لو بيضحك وبيقول له إن شوالان غبي وواثق بزيادة، وبيقول له إنه مش هنا علشان هو قوي لكنه جاي يتسلى. شوالان بيبدأ يهاجمه، لكن الجنرال بيرد عليه ويقول له إنه حتى لو كان قوي عمره ما هيقدر يغلبه لأنه مجرد بشر، وإنه بياخد قوته من شجرة الباجودة، وده بيخليه حتى أقوى من البطل. الكلام ده بيغضب شوالان جدا فبيهاجمه بقوة، لكن الجنرال بيرد عليه بضربة بالطير هو وأخوه بعيد، وبيقول له إن رجوعه هنا معناه إنه اختار نهايته. الإخوات بيتخانقوا والبطل بيزعق لأخوه وبيقول له إنه جابه في مشكلة، وشوالان بيرد عليه إنه دي فرصتهم يخلصوا من الضيوف الروحيين. الجنرال بيزهق من خناقتهم وبيتحرك علشان يخلص على البطل، لكن شوالان بيضربه ضربة مفاجأة برجله. الجنرال بقى عايز ينهي القصة وبيقول إنه ملك شارع راكشاسا، وقبل ما يضرب البطل شوالان بيقولوا إنه بيكره الضيوف الروحيين لأنهم بيستغلوا قوتهم علشان يأذوا الناس. لما الجنرال بيشوف الكره ده في عيون شوالان بيقرر يستغله، فبيمسح ذاكرته وبيسلمه خنجر وبيقول له يقتل أخوه، وفعلا شوالان بيهجم على أخوه. في الوقت ده يوين بيظهر وبيبدأ يقاتل يانينج اللي بيطلب منه يبطل يقاتل عشان الجنرال، لكن يوين بيرد عليه إنه هيفضل يخدم عيلة كاو لحد آخر نفس فيه. لكن للأسف يوين بيتصاب وبيطعنوه بسهام كتير وبيقع، وقبل ما يقع قدام البطل بيعتذر له إنه مش قادر يساعده أكتر من كده. دلوقتي شوالان واقف قدام البطل ومعاه الخنجر وبيجهز يطعنه، لكنه بيتوقف فجأة وبيبدأ يعيط وبيسأل نفسه ليه حاسس كده لو كان البطل عدوه فعلا، وبيفتكر ذكرياتهم كإخوات زمان. نرجع للحاضر، البطل لسه بيقاتل الكلب أبو 3 رؤوس وبيقترح على شوزو إنهم يهجموه سوا، وفعلا بيهجموه من الجانبين وبيأذوه، لكن البطل بيلاحظ إن الوحش لسه قوي جدا. في شارع راكشاسا شوالان بيواجه كيم وبيقول للسيا تستخبى، بس وهو بيعمل حركة بروبوته كيم بيظهر وراه فجأة وبيقوله إنه بطيء جدا.